في الحلقة دي والجاية هنتكلم عن حاجة من الحاجات المهمة جدًا واللي لازم تكون فاهمها وأنت شغال في أي برنامج مونتاج سواء بريمير أو أي برنامج تاني، وهي الmasking. والmasking دي لمّا تفهمها وتعرف القوة اللي هتديها لك بعد كده حتى في التلوين في أي حاجة بتعملها، هتكتشف إن هي من أهم الحاجات اللي ممكن تستخدمها، ويا سلام بقى لو شغّلت معاها شوية key frames كده هتبقى واخد شغلك في حتة تانية خالص. فخلّينا بدون كلام كتير نعرف يعني إيه mask وإزاي نقدر نستخدمه حتى كبداية في إن إحنا ندمج مشهدين مع بعض. نفتح دلوقتي project جديد من new project وهنعمل هنا masking. تمام، اسم الproject هي key واحدة وأوكي. ده موجود. طب ثانية ممكن نعمل له true كده مع إن ده هيبقى 1 فخليه 1. طيب أنا كده فتحت البرنامج وضفنا المشهدين اللي هنشتغل عليهم، وعندنا مشهد نهاري ومشهد ليلي. تمام، اللي إحنا هنعمله إن إحنا ناخد المشهد النهاري ده، ناخد الأرض بتاعته بالجبال بكله ونضيفه على المشهد الليلي على السما دي. حاجة تعتبر بدائية جدًا بس هافهّمك بيها يعني إيه masking وممكن نعمل بيه إيه كبداية. فخلّينا أول حاجة هنعملها إن إحنا نضيف عندنا المشهد اللي أنا عايزه في الخلفية تحت، يبقى هو الليل وبعد كده أضيف عليه المشهد النهاري. هنيجي هنا عندنا ونخلّي المشهدين قد بعض، إحنا أصلًا عايزين نجرّب حاجة بس، وبعد كده نيجي هنا برضه نغطي شوية. فأنا عندي الحتّة دي اللي أنا هاشتغل عليها. دلوقتي زي ما قُلت لكم أنا رتّبت المشهد عندي إن الليل تحت والنهار فوق، فلو ضغطت هنا ده هيختفي واللي تحته يظهر، ضغطت هنا ده يظهر. فإحنا عندنا هنا اللي أنا هاعمله إن أنا هاعمل ماسك، ومعنى كلمة ماسك إن أنا تقريبًا زي هاقص أو هاعمل قناع على الجزئية دي، بحيث إن الأرض دي هي اللي تبقى ظاهرة، واللي فوق ما يبقاش ظاهر، فيظهر تحته المشهد ده من الحتة دي كده. طب هنعمل الماسك ده إزاي بقى؟ أنا دلوقتي ضاغط على الكليب ولازم أتأكد إن أنا ضاغط على الكليب اللي أنا هاعمل عليه الماسك، فباضغط كده وهاجي على effect controls وهاجي على الopacity لإن هي الشفافية اللي أنا عايز أقص بيها المشهد. وهالاقي عندي ال3 علامات دول لحد نسخة 2025 تقريبًا أو 2026 موضوع الmasking اتغيّر لإنه بقى tool لوحدها منفصلة وسط الtools دي، وبقى معاهم بقى زي الrotoscoping بتاع الafter effect لو أنت في شخص بيتحرك وعايز إن أنت تعمل له mask بقى وتتراكه وكده، برضه بقوا بيضيفوها مع powered by الAI أو شغالة بالAI يعني جوّه Adobe Premiere نسخة 26 و25 تقريبًا. فخلّينا نعرف دلوقتي إزاي هنعملها بالنسخة 21 وحتى هي نفس الحاجة هتطبّقها على أي نسخة بعد كده، بس خلّينا نفهم دلوقتي الconcept نفسه هنقدر نشتغل عليه إزاي. فأنا عايز آجي هنا كده وابتدي إن أنا أكبّر ده شوية المشهد ده. هاجي هنا على الtool بتاعة الpen tool وهارسم الشكل اللي أنا شايفه هنا ده، اللي هو عبارة عن الجبل اللي ورا. طبعًا أنا باحط نُقط كده وممكن حتى أحط نقطة وأرجع أحرّكها كده، ولو عكيت في أي حاجة Ctrl Z تنقذ الدنيا معاك. فأنا هاعمله بشكل كده إيه، سريع شوية. تمام، ممكن أعمل واحدة مثلًا هنا وواحدة هنا. طيب أنا دلوقتي كده عملت خط، لسه ما بقاش ماسك يعني لسه ما بقاش شكل، فعشان يبقى شكل لازم يتقفل. فأنا هاجي هنا كده أحط نقطة وأنزلها تحت خالص، وأحط نقطة هنا وأنزلها تبقى قدام التانية، وأضغط على أول نقطة بدأت عليها. فاللي هيحصل إن المربع أو الشكل اللي أنا عامله هيتقفل. أول ما ده حصل هتلاقوا مرة واحدة المشهد اللي تحته ظهر في الحتة الفاضية. فلو قفلت دي كده هتلاقوا المشهد ده هو اللي موجود هنا. دلوقتي بقى عندي بشكل كروكي كده إن مش ماسك مش أحسن حاجة طبعًا، بس موجود دلوقتي إن هو الأرض دي موجودة على السما دي. فأنا ممكن آجي هنا وابتدي أغيّر مكانها شوية مثلًا أنزلها تحت شوية كده لحد ما يعني مش عايز الجبال اللي تحت دي. تمام، وآجي بعد كده على الماسك بتاعي. في أول حاجة عندنا اسمها ماسك feather وهي كل اللي بتعمله إن هي بتنعّم الأطراف بتاعة الماسك. فأنا عايز أخلّيها حادة، وعندي الopacity لو أنا عايز أخفف شوية كده شفافية، طبعًا هاسيبها 100%. وهي عندي بعد كده الmask expansion لو أنا عايز إن أنا أعمل له زي تمدُّد، يعني أخلّي إن هو مساحة نفس الشكل اللي أنا حددته بس تبقى على أوسع شوية. طبعًا أنا مش محتاج أي حاجة من دول بس غير إن أنا قفلت الفيزر شوية التنعيم بتاعه ده، وابتدي أضغط في مكان فاضي وابتدي أشوف المشهد. لحد هنا تمام، أنا شايف إن السما بصريًا بقت راكبة على الأرض، لكن ما حصلش دمج حقيقي. وهنا بقى نرجع لحاجة شرحناها قبل كده وهي التلوين. فإحنا هنيجي هنا وعلى window ونختار عندنا geometry color. هيفتح هنا التابة دي، طبعًا أتأكد إن أنا ضاغط برضه على morning اللي فوق، المشهد اللي أنا عايز ألعب في الألوان بتاعته. بابتدي من هنا بقى كده إيه أمخمخ شوية، بحيث إني أعرف أدمج الإضاءة بتاعة المشهد ده إن هي تكون مع المشهد الليلي اللي ورا ده. فأول حاجة ممكن أنا أقلل exposure شوية، وعندي طبعًا بالليل ما بيبقاش في contrast أوي لإن ما فيش ضوء شديد، فهابتدي أقلل الcontrast
الhighlights برضه، وعندي بعد كده الshadows غالبًا أغلب يعني كل الحاجات دي هاقللها، وممكن الwhites مش أوي لإن تمام كده. خلينا برضه نجرب كذا حاجة، ومثلًا عندنا temperature إحنا عندنا السما لونها رايح على الأخضر، فممكن ناخد الtint في الأخضر شوية، وهنا كده خليها ليل مثلًا فمبتبقاش في شمس فتبقى شوية برضه عشان السما ليها لون مدي شوية برتقاني، فممكن أخليها هنا كده. ممكن نيجي برضه هنا على الsaturation نوطيه، إن بالليل ميبقاش في ألوان أوي يعني بتبقى الدنيا هادية شوية. أيًا يكن أنا هافضل ألعب شوية في التفاصيل دي كده، في شوية الoptions اللي قدامي، بحيث إن أنا في الآخر آخد المشهد بتاعي لحاجة تبقى قريبة من الألوان اللي موجودة في السما، قريبة من الأرض. خلينا ناخد الhighlights كده مثلًا ناحية البرتقاني شوية، أو ممكن نجرب الأزرق. لأ، حاسس هنا كانت أقرب أكتر. بس، فخلينا نيجي هنا كده ونضغط على morning تاني، ونقفل نجرب نقفل الgeometry color، فهتلاقوا إن هو فرق جدًا في شكل المشهد، إن أنا عندي المشهد شوية قرّب إن هو يبقى واقعي عن ما فيش ألوان خالص وبس أنا قصيت. فإحنا اللي فهمناه دلوقتي فكرة إن الماسكات بنقدر إن إحنا ندمج بيها مشاهد. طبعًا اللي أنا عملته في المشهد ده كفيديوهين ممكن أعمله على صورة، ممكن أعمله على text، وهنشوف الحلقة الجاية إزاي ممكن أستغل ده في text إن أنا أخليه يظهر في مساحة معينة أو حاجة زي كده، أو مثلًا أستغل ده في إن أنا أقدر أعمل transition بين مشهدين عن طريق عنصر، وده بنشوفه كتير في الفيديوهات بتاع السوشيال ميديا والنقلات السريعة بين المشاهد عن طريق الماسكات. وفي المستقبل كمان هنشوف إزاي نقدر نستغل الماسكات بقوة وبشكل بقى جامد أوي في حتة التلوين والcolor grading، وإزاي نعمل مشاهد سينمائية وجامدة جدًا، هتغيّر شكل حرفيًا الشغل بتاعك عن طريق بس إن أنت بتقدر تلعب بالماسكات، وتقدر تلعب بالألوان والkey frames والمشاهد بتاعتك وتحرّك كده. فده كله واحدة واحدة هنبتدي نفهمه في الحلقات الجاية، وهتكتشفوا إن الماسكات من الحاجات اللي لازم تكون فاهمها كويس جدًا كمونتير أو حد شغال فيديو editor عامةً. طبعًا الكلام ده سواء أنت شغال بPremiere، DaVinci، After Effects، Final Cut، أي برنامج هتشتغل بيه نفس المبادئ هتطبّقها بس باختلاف الtools والمسميات. فلو عندك أي أسئلة سيبها تحت في الكومنتات، أشوفكم الحلقة الجاية، السلام عليكم.